السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ميكس على يوتيوب. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن مباراه منتخب مصر وغينيا بيساو اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 خارج الارض او على ارض المنافس. والنهارده هتكون اخر مباراه منتخب مصر يلعبها على ارض المنافس، لان حتى المباريات اللي احنا المفروض نلعبها على ارض المنافسين زي مثلا مباراتنا مع بوركينا فاسو واثيوبيا هنلعبها على ملاعب محايده، لان بوركينا فاسو واثيوبيا عندهم مشاكل مثلا، فما ينفعش ان مبارياتهم تتلعب على ارضهم. فدي حاجه كويسه جدا، يعني هتخلي منتخب مصر فرصه اكبر. اكيد لما تلعب منتخب على ارض محايده اسهل كتير من انك تلعبه على ملعبه وسط جمهوره. وكمان مثلا بوركينا فاسو هنلعبها في المغرب، فاكيد المغرب هيكون ملعب احسن من انه يكون في بوركينا فاسو، الجو هيكون مشابه لجونا فهيكون احسن، كمان ملعب محايد، فاكيد حاجه كويسه جدا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تشكيل المباراه، ايه اللي اختلف، تغييرات وبطاقه المباراه، يعني ايه هي اهم التغييرات واهم الاحداث المهمه في المباراه بالدقائق برضو. وكمان هنتكلم عن ليه الشكل اختلف من الشوط الاول عن الاداء في الشوط الثاني، وكمان ايه اللي اختلف في مباراه غينيا بيساو النهارده عن المباراه الاولى لحسام حسن من يوم السبت اللي فات في استاد القاهره امام بوركينا فاسو. وكمان هنتكلم عن هنتكلم عن ترتيب المجموعه، لان موقف مصر الحمد لله كويس جدا بعد 4 جولات. طبعا النهارده احنا كنا نتمنى ان احنا ناخد العلامه الكامله ب يعني 12 نقطه من 4 مباريات، ولكن يعني التعادل برضو خارج الارض مش وحش، في ظل ان المجموعه يعني مش معقده، وفرصنا اعتقد يعني بنسبه ممكن 50% والحمد لله ان احنا واصلين بعد 4 جولات بس. طبعا كل مجموعه من المجموعات المؤهله لكاس العالم او التصفيات دي مكونه من 6 فرق، فكل فريق المفروض بيلعب 10 ماتشات، 5 على ارضك و5 بره ارضك، ولكن طبعا احنا قلنا ان احنا في مباريات هنلعبها على ملاعب محايده، فاللي بيجيب العلامه الكامله من ال10 ماتشات المفروض ياخد يعني 30 نقطه من ال10 ماتشات. ولكن طبعا احنا مثلا بعد 4 جولات المفروض كنا ناخد العلامه الكامله 12 نقطه، ولكن احنا خدنا 10 نقط، ففقدنا نقطتين بس بتعادل النهارده، فده حاجه كويسه جدا. بعدين غينيا بيساو اللي احنا كنا بنلعبها النهارده من ال4 جولات خدوا 6 نقط، بعد رقم 3 او الترتيب الثالث هو بوركينا فاسو 5. واعتقد على فكره المنافسه ما بيننا وبين بوركينا فاسو، يعني حتى لو غينيا دلوقتي متفوقه بنقطه، ولكن اعتقد يعني فعليا لسه فاضل قدامك 6 جولات، يعني الكم الاكبر او العدد الاكبر من النقاط لسه في الماتشات اللي جايه. فاعتقد يعني منتخب مصر بنسبه كبيره ان شاء الله هيوصل كاس العالم بسهوله كمان، ولكن يعني المنافسه مش هتكون معانا غينيا بيساو، اعتقد هتكون ما بين مصر وما بين بوركينا فاسو، او اللي هيضايقنا شويه هو منتخب بوركينا فاسو. النهارده برضه هنتكلم عن حسام حسن، يعني في ناس كتير بتهاجم حسام حسن، على فكره انا شايف والله حتى اللاعيبه القدامى والمحللين بالفعل في نفسنا، في ناس متضايقه من حسام حسن، وانا هقول لحضراتكم ليه برضو، يعني ممكن ندردش بفتره طويله، ولكن احنا دلوقتي هنتكلم عن بطاقه المباراه. برضو يعني هحط لكم ان شاء الله ترتيب المجموعه على الشاشه هنا. فاول حاجه منتخب مصر النهارده لعب ب 4-3-3، فطبعا في حراس المرمى كان محمد الشناوي، في الدفاع هنتكلم من اليمين للشمال، في اليمين ظهير ايمن كان محمد هاني، في القلب المدافعين كان محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، وعلى الناحيه الشمال كان محمد حمدي اللي كان موقوف وكان عامل لنا مشكله، وان كان يعني في تحفظ على اداؤه بصراحه مع محمد هاني. يعني محمد هاني انا برضو مش عارف يعني امتى يعني لعب ماتشات وتحديات كبيره جدا، المفروض يبقى خبراته اكتر من كده دولي ومع النادي الاهلي في اعلى المستويات، فاعتقد انه يعني محتاجين محمد هاني يراجع نفسه. طبعا كده ده احنا قلنا الاربعه بتوع خط الظهر او خط الدفاع. بعد كده هنتكلم في ثلاثي الوسط، كان حمدي فتحي ومروان عطيه، دول يعني ديفندرز او يعني متحفظين جدا، ما لهمش مهام هجوميه اكتر من ان هم يعني مدافعين او خط وسط مدافع او ارتكاز يعني. وكان احمد سيد زيزو اللي هو طبعا يعتبر خط وسط مهاجم له مهام هجوميه، وبرده احمد سيد زيزو انا عندي تحفظ كبير عليه، انا ما اعرفش يعني زيزو انا بحبه على المستوى الشخصي، اخلاقه بتعجبني، ولكن اداؤه بيعجبني، ولكن انا عارف ان احمد سيد زيزو يعني عنده سوء حظ شويه في لقطات مهمه جدا، يعني كرات كانت مهمه جدا في مسيرته، يعني ممكن كانت توديه في حته ثانيه، جت في العارضه مثلا زي في مباراه نهائي القرن بين الاهلي والزمالك، الكره اللي جت في العارضه واكتر من مره حتى يكون ماتش اهلي وزمالك او ماتش مهم ولكن كورته بتيجي في العارضه، فده سوء حظ. ولكن انا شايف ان احمد سيد زيزو مع الاهلي مع الزمالك حاجه ثانيه غير المنتخب، يعني انا مش عايز اقول من حبي في اللاعب ده مش عايز اقول ان ده لاعب محلي، يعني نفسي برضو زيزو يكون له بصمه اكتر من كده.
طبعا ثلاثي بقى الهجوم كان تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد. انا كان عندي تحفظ، طبعا انا برضو في عندي تحفظ قديم جدا، وان كان مصطفى محمد يعني خرج بعد ربع ساعه، ولكن انا مصطفى محمد عندي تحفظ عليه. انا مش حاسس ان هو مهاجم او يعني يكون مهاجم منتخب مصر الاول. انا مش عارف ليه والله، يعني كل ما اقول الراي ده لحد الناس بتعارضني، ولكن انا مش شايف مصطفى محمد يعني ناس بتشبهه بعمرو زكي. لا، عمرو زكي يفرق كتير بصراحه، يعني ممكن يكون تكون له بسم الله. عمرو زكي برضو كان يعني مستواه احسن من كده بكتير. طبعا احنا نفسنا بقى نرجع للمهاجمين بالفعل هم بيخلصوا من انصاف الفرص او بيكون لهم دور فاعل كبير، يعني زي حسام حسن مثلا المدير الفني الحالي، زي عماد متعب، زي مثلا عمرو زكي. المهاجمين اللي احنا الافزاز اللي كانوا عندنا. مصطفى محمد انا نفسي يكون يعني يتطور اكتر من كده. طبعا في دقيقه 18 خرج مصطفى محمد عشان الاصابه، ودخل مكانه احمد امين اوفا، واللي كان يعني هو وجه جديد، ولكن برده ما قدمش نفسه بالشكل المطلوب، ويعني ممكن تكون بدايه كويسه انه خد فرصه في ماتش خارج الارض، ولكن يعني اعتقد هيكون وجه جديد، ممكن يكون يعني في خير. ولكن انا كنت افضل ان ينزل محمد شريف، بما ان مصطفى محمد خرج يعني تغيير اضطراري. ولكن برضو احنا نقول في نقطه ايجابيه ان احمد امين اوفا برضو كان مثلا وجه جديد فاخد فرصه، يعني مكسب لينا في المستقبل. في دقيقه 42 بقى جه هدف غينيا بيساو، واللي انا شايف انه الهدف ده غير صحيح، لانه بالفعل فيه فاول كان واضح جدا ضد محمد حمدي، وغريبه جدا ان عدم وجود الفار بالفعل ان الهدف ده غير صحيح بالمره، يعني في فاول صريح. تمام. يعني بين الشوطين بقى خرج محمد هاني ونزل امام عاشور، وده تغيير مهم جدا لان بالفعل عدل الدنيا تماما. يعني لقينا كمان، انا برضو انا ما اعرفش ليه حسام حسن، يعني حسام حسن كان بيقول ان هتشوفوا صلاح في الشكل جديد، لكن انا شايف ان صلاح مكانه على الطرف. يعني في ماتش هنا، في ماتش بوركينا فاسو اللي كان هنا عندنا في استاد القاهره، كان برضو يعني محمد صلاح تحت مصطفى محمد كمهاجم تاني، ما ينفعش. محمد صلاح مكانه في خط الوسط. برضو النهارده كان في الشوط الاول يعني محمد صلاح لعب يعني فترات كبيره جدا من المباراه يعني صانع العاب، تمام، او رقم 10. ما ينفعش، يعني انا شايف ان محمد صلاح مكانه يعني على الطرف على الناحيه اليمين، وده اللي خلاه يعني سجل هدف ماركة محمد صلاح بمجهود فردي تماما. فيعني انا شايف ان محمد صلاح ما ينفعش ان احنا نقول ان احنا يعني هنطور اداء صلاح فنحطه في مكان يعني حد من اداء محمد صلاح. يا سيدي يا حسام حسن خليه لنا زي ما يورجن كلوب في ليفربول بيوظفه. ففي الدقيقه 42 جه هدف غينيا بيساو، قلنا بين الشوطين خرج محمد هاني ونزل امام عاشور. طبعا امام عاشور يعني لعب كويس جدا، فبالفعل عمل تنشيط هجومي وكمان يعني ادى اسيست لصلاح، وكمان يعني في كوره برده محمد صلاح برده اداها له، فكان برده بالفعل خلاص يعني الكوره يعني جت فوق العارضه ب يعني سنتيمترات. فطبعا كان يعني نشاط هجومي كبير جدا. وبرده انا بقول ان ادائنا في الشوط الثاني بقى تحول وبقى قوي جدا، لاني ممكن اكيد ان احنا كنا يعني نازلين الشوط الثاني مهزومين، وبرده التغيير ده كان ليه يعني دور كبير جدا. يعني محمد هاني انا شايف انه كمان محمد هاني احيانا بيكون قدامه المساحه، ولكن ما بيقدرش يطلع قدام، يعني ما اعرفش مجهوده قليل ولا هو بيكون متحفظ، ولا دي تعليمات حسام حسن انه يعني ما يزيدش ويعمل عرضيات. على فكره برده بالمناسبه في بدايه الشوط الاول في الدقيقه 3 بالفعل محمد هاني خرج خروج حلو مع زيزو من ناحيه اليمين، ولكن مرتين زيزو بالفعل اللاعب ده انا بحبه وشايف ان عنده امكانيات، لكن زيزو مش عارف يعمل اوفر يا جماعه. يعني زيزو مرتين او ثلاثه بالفعل مش عارف يعمل اوفر. يعني اول اوفر تصوروا اول اوفر يتعمل منتخب مصر يعمله كان في الدقيقه 40 عن طريق محمد حمدي من الناحيه الشمال مش من الناحيه اليمين. فانا زيزو مالك يا زيزو، انا عايز اعرف. ف يعني كان بالفعل الاوفر ده لو اتعمل صح، او مرتين ورا بعض على فكره، يعني محمد هاني اداها لزيزو، فزيزو لعبها ارضيه يعتبر، او يعني ما عليتش نص متر عن الارض، فاتردت ورجعت له تاني، فبرضه عمل الاوفر مش عالي بما يكفي، فبرضه ما عداش يعني مرتين في نفس الدقيقه. فزيزو لا، عندك مشكله مع منتخب مصر. فانا مش عايزين يتم تصنيف زيزو كلاعب محلي، لانه بالفعل زيزو اديله فترات طويله جدا بينضم لمنتخب مصر، لكن اداؤه مش احسن حاجه مع منتخب مصر. في الدقيقه طبعا 71 جه هدف محمد صلاح، هدف ماركة محمد صلاح. يعني هو نفس الدخله اللي بيعملها شيكابالا لما بيخش من ناحيه يعني اليمين كده وبيلم اكتر من حد ويسدد. هي على فكره كان فيها برضو حظ شويه، لان هي ضربت في رجل لاعب من غينيا بيساو وراحت يعني ناحيه المقص شويه. لو
ما خبطتش في الرجل اللاعب ده كانت الحارس المرمى هيصدها، ولكن الحمد لله عشان هدف التعادل. عشان بالفعل لو كان منتخب غينيا يتعادل معانا كنا هنبقى احنا 9 نقط وهم كانوا هيبقوا 8 نقط، كان هيبقى الفرق نقطه واحده، كانت هتبقى بالنسبه لنا مشكله. فبالفعل هدف محمد صلاح ده فيصلي جدا في يعني ان المجموعه بالنسبه لنا تكون مطمئنه. طبعا في الدقيقه 78 خرج تريزيجيه ودخل ابراهيم عادل. تغيير انا كنت معاه جدا، يعني تريزيجيه ممكن يكون يعني استهلك من الماتش الاولاني اللي كان على ارض استاد القاهره، وكمان النهارده ما كانش اداؤه احسن حاجه. ممكن يكون هم يعني لعبوا عليه اكتر او حجموه اكتر عشان سجل هدفين في الماتش اللي قبل كده من 3 ايام، فما كانش اداء تريزيجيه احسن حاجه. تريزيجيه ده انا بحب اعشقه، يعني لاعب بركه كده جميل، وتأثيره مع منتخب مصر يعني هو رقم 1 في تأثير مع منتخب مصر. فأداؤه النهارده يعني مش معناه إن إحنا بنقلل منه. ودخل إبراهيم عادل أنا شايف إنه مستقبل مهم جدا، وبرضه أداء يعني كان كويس. طبعا الحكم بعد كده حسب 7 دقايق وقت بدل ضايع، فنزل ناصر ماهر وخرج احمد امين اوفا في الدقيقه 92. ناصر ماهر نزل قلب الماتش بصراحه، وناصر ماهر من ساعه ما كان في الاهلي انا شايف انه بالفعل اتظلم في الاهلي، يعني مرتين يروح ويرجع اعارات وكده وفي الاخر ما ياخدش فرصته. فبالفعل انا شايف ان ناصر ماهر ده هيكون له شأن كبير جدا لو الامور مشيت كويس جدا مع نادي الزمالك، ولكن كنت اتمنى انه ينزل بدري شويه. بالنسبه لحسام حسن بقى، انا والله فرحان جدا بتولي حسام حسن، وشايف ان في روح في تغيير، ولكن برضو الفتره قليله، فبرضو ممكن يكون يعني ما ظهرش بصمته اكتر، يعني ممكن في المستقبل تظهر البصمات بتاعته اكتر من كده. ادائنا في الماتش الاولاني تحت قيادته مع بوركينا فاسو كان كويس جدا، وحتى لما لعب يعني 3-5-2 في عدم وجود ظهير ايسر كانت كويسه جدا بالفعل. وكانت يعني بالفعل انا شايف ان في الشوط الاول في مباراه بوركينا فاسو كان شكلنا حلو جدا، وكان هجوم حلو جدا. حتى النهارده بتحس حته يعني من التيكي تاكا، بتلاقي برضو بالفعل البساطه القصيره واللعبه بتلاقي بعض، فكويس جدا. يعني تحت حسام حسن قيادة حسام حسن، وان كنت متصور ان يكون حسام حسن يعني بصمته اكبر من كده بكتير من اول وهله يعني، ولكن لسه ممكن نعذره. ولكن انا مستغرب من الهجمه الكبيره جدا بالفعل. والله انا شفت حلمي طولان بيهجم على حسام حسن اللي هو هجوم غل. بس رضا عبد العال ده بالنسبه لي انا والله شخص يعني جاهل وحاقد وما بيتقيش ربنا. يعني بالفعل كل هجوم رضا عبد العال على اي حد نابع من ان هو مثلا عايز يبقى ترند النهارده. انا وكمان الترند بتاعه اللي هو ايه، اهجم على المدربين. ما كل مدرب يعني بيجي له يعني مرات بيفوز مرات بيتهزم، فحتى خلاص انا هاجم على المدربين. فلما المدرب بالفعل يكون باداء وحش او يتهزم خلاص بقى ايه، رضا عبد العال بقى ترند. ولكن رضا عبد العال ده شخص جاهل وهدام يعني بالفعل، وجاهل بالفعل جاهل يعني بيعمل يقول حاجه وعكسها وعايز يثبت وجهه نظره بالجهل. لا يعني بالفعل هو راجل محدود الادراك، رغم انه كان لاعب كبير. رضا عبد العال كبير، ولكن كمحلل لا، ما بيتيش ربنا يعني بالفعل. بتحس ان هو كده. كمان كان مع حسام حسن لما يعني تولى المسؤوليه، ولكن في كام يعني في برنامج رمضان اكتر من حد قال له انت بتخاف من حسام حسن، لان كان بيقول حسام حسن يعني الناس قالت له ان انت بتخاف من حسام حسن. من بعدها اتبدل بقى خلاص يكمل حسام حسن، عايز يثبت ان هو ما بيخافش من حسام حسن. فيعني عيب عليك.